مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. الموعد يتجدد مع كاس افريقيا للناشئين والمقامة في الجزائر. المغرب الذي يواصل مشوار التألق في هذه البطولة بعد ان حقق الهدف الاول والمشاركة في كاس العالم للناشئين. هنا محطة جديدة، محطة مهمة للعبور الى المباراة النهائية. اليوم دور النصف النهائي في مواجهة منتخب مالي، واحد من المنتخبات القوية في هذه البطولة، الى جانب السنغال رسميا في المباراة النهائية بعد الفوز على بوركينا فاسو قبل حين بركلة ترجيح بعد ما انتهت المباراة في وقتها الأصلي 1-1. الآن المغرب مالي هنا في ملعب محمد حملاوي في قسنطينة. المنتخب المغربي منذ بداية البطولة يلعب في مدينة قسنطينة مباراة واحدة خاضها خارج قسنطينة تحديدا بمدينة بشكل رائع جدا، وكذلك في مباراتين خاصة أمام المنتخب الجزائري. تمشي كرة لأرسانوغو على الطرف الايسر، اخرج في نهاية المطاف، يرسل في اتجاه وزان وكرة منتخب الخيول. هذه العرضية بيرو يتم سحب التنظيم الى ركلة ترجع، لكن ان شاء الله المنتخب المغربي الحرة الجانبية محمد الحموني من يتابع بالراس. معاد ما يمرش معاد برافو معاد في الايسر. محاولة المرور في نهاية المطاف تخرج على الماضي وبالتالي ضربة حرة للماليين. هذه العرضية بعيدة كبير من البداية، منهم من ينجح ومنهم لا ينجح. الكرة وزان وادم الناير اخرى على الجهة اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء، يتدخل هون يمشي لي تيرو في العمق. كوتون طلع يا كوتون، هنا تمشي لفؤاد الزواني. الكرة طال لفائدة المنتخب المغربي. الحموني يرفع كرة وبالراس. هنا التدخل من حارس المرمى، التدخل كان واضح من حارس المرمى. الحموني يرفع كرة والرد. حموني يرفع كرة وبالراس، والراسية بعد ذلك من رجع. مباراة ازداد عامل الانسجام والتفاهم. هذه كرة امامية، حذاري من التسديد. الحكم يعطي إشارة التنفيذ. تيا يتقدم، تيا يسدد طه. هذه الإعادة مجددا، التسديد الماضي. هذه صعبة فعلا، واضح لحظات صعبة على دفاعات المنتخب المغربي في هذه. قاوصو في منتصف الميدان أمامية داخل منطقة الجزاء بالراس. الكرة ترفع هذه الكرة بالراس مرة. تدخل من محمد أمين كتيبة، رجعت مالية داخل منطقة، رجعت الكرة من جديد. هذا هو كوني، اخرج يا بن غوزي من بختي ومن عبد الحميد أيت بودلال. لمن المتابعة يلا هنا حموني. أكاديمية محمد السادس، الأكاديميات الأخرى مركز محمد السادس اللي يحتضن المعسكرات والتربصات والتكوين كذلك. رأسا شفنا مع كرواتيا شيء جيد. هنا الكرة الأمامية الراسية والمتابعة دقائق نعم يتم احتسابها. في هذه الليلة كانت هناك توقفات بكل تأكيد. هذه البنيوية الجسمانية نعم لدى اللاعبين الماليين. انطلاق المراوغة فيها الخطأ استعدوا للتنفيذ. ديارة وخرجت بعد ذلك نفس سيناريو الشوط الأول. ضربات الحرة يكون فيها خطير المنتخب المالي مرة أخرى. محمد رضوان كأس العالم في 17 سنة. تيرو على الطرف الأيمن يتقدم بهذا الشكل. هذه أمامية في لمسة يد نعم لمسة يد كانت وصلت إلى ديارة سيرفع ديارة. هنا نرد بالنا يا شباب. الراسية بعد اليوم يخسر بعض الكرات لازم يسترجع ما يسددش بن غوزيل برافو في هذا التسخر. ان شاء الله جايه مرفوعه الكره. هنا المتابعه الراسيه والمتابعه بالقدم. هنا العارضه تحريمنا من هدف. ان شاء الله جايه اشبال الاطلس. الجهه اليسرى لعناصر المنتخب المالي. الراسيه الدفاع يتدخل وطبعا تفوق المدربين وتألق المدربين كذلك يأتي من والتكوين المستمر ودائما المواكبة. الابديت دائما حاضر عند المدربين. والرأسية سال بعد ذلك طه بن غوزيل وحتى وتدخلاتهم هنا مستمرة. تلعب الضربة الحرة
اماميه الكره لكن فقط تخرج نقله في منتصف الميدان. البحث عن الحلول في الجهه اليسرى. رقم يا حمزه لا زالت صعبه لا زالت صعبه لا زالت صعبه لا زالت صعبه. برافو تقديره ممتاز. طه مدرسه اكاديميه محمد السادس. الاكاديميه تعطينا طه يا بن غوزي في خط ليس هناك شيء. يلعب التماس وبعد من طرف اللاعب حموني مرفوعه خطيره هذه. لحسن الحظ انه لم يتحكم في هذه المقصيه اللاعب باري. رجعت الى طه بن غوزيل هنا في اتجاه لاعب الحموني عندك الكره. الحموني ينطلق الحموني 1 على 1. الحموني لازال يحتفي به. الحموني مر الحموني يمشي. الحموني ماذا تنتظر؟ الحموني كان عندك المجال الذي قلت بانه واحد من افضل اللاعبين في هذه البطوله. تمشي كره على الطرف الايمن محاوله المرور والزواني راقب تغطيه ممتازه ليس الخلف لمن هذه الكرة بالراس وراية مرفوعة مجددا بالراس والضربة الحشرة. تيا يتقدم يتلقى على الإشارة في هذه الأثناء. رضوان يتقدم. رضوان هذه لا تسجل يا طه. عندك يا طه يتلقى الإشارة. عبد الحميد كوني يتقدم بختي يتقدم ضيع الركلة الرابعة يسقط بالتالي تنفيذ الركلة في هذه الاثناء. حموني يتقدم. حمون غزيل حكيم يعطي إشارة تلعب هذه الركلة. بودلال يتلقى الإشارة. هيت بودلال يسجل. يتلقى الإشارة. دومبيا يتقدم جميل. كتيبة يتقدم كتيبة يسجل. جيبايا طه يتقدم. سانوغو وإشارة يتقدم المتوكل يسجل. الإشارة تأتي بالغوزي وبرافو. تأتي فؤاد فرحنا سعيد أهلنا إلى المباراة النهائية أمام السنغال. مليون مبروك لأشبال الأطلس والراية المغربية خفاقة هنا في قسنطينة هنا في الجزائر. لا صوت